السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بودكاست المستر. عاملين ايه يا ولاد؟ الحمد لله. هنتكلم النهاردة عن موضوع شيق شوية، الحياة ما بين او الفرق ما بين الحياة زمان ودلوقتي. هو عامة زمان حتى في التعليم زمان كان بالنسبة للمكان اللي احنا فيه دوت غير دلوقتي خالص. يعني موضوع مثلا موضوع الغياب من المدرسة، كانش في بني ادم يقدر يغيب من المدرسة ولا يوم، حتى تعبان مش تعبان مفيش الكلام ده. ما احنا حاليا بنعمل كده. لا ايه ده، بتعمل كده ازاي؟ والله بنعمل كده. انت مش شايف اصلا نظام تالتة اعدادي؟ لا من لا تالتة اعدادي، احنا في اولى. انا بكلمك بقى الفرق ما بين زمان ودلوقتي. وانا بالنسبه لي زمان ده اللي هو مش بعيد قوي برضه، يعني احنا ممكن نبقى نستضيف حد، نعمل حلقه تانية من الموضوع ده، نجيب حد اكبر شويه، وممكن والله بجد هتبقى شيقه جدا. وممكن كمان نجيب حد ايه اللي هو مثلا زي جدك، باباك، نستضيف اي حد كبير شويه، فاهمين؟ او اللي هو مثلا يكون عمره حاليا فوق 60، حد في نفس الليفل العمر بتاع اللي هو مثلا هتلاقي فرق ما بين واحد عنده 60 سنه وبيجي يحكي لك عن زمان. قد جده، دين معاك، زمان معاك، دلوقتي معاك، كل حاجه. جدك؟ نروح كل... نصور حلقه مع جده هناك. اقسم بالله بجد. تعال والله. مش هيقول لا اكيد. والله ما اقول لا مش هيقول. طب والله هتبقى في مش انت ابني في قرية الصحابة؟ هو بجد في قرية الصحابة؟ قرية الصحابة اللي هناك ده؟ ايوه مش مصدق. الموضوع مش بعيد. خلاص احنا هنروح نصور حلقة مع جده. ماشي. هو المهم الحياة ما بين ايه عايز ايه؟ استنى بتعليش عني من كده. لا هي اعلى حاجة كده. اعلى حاجة ما بجيبش انا اللي بتجيب الصداع ده. ماشي. كمل. يلا روح اتأكد بسرعة كده ان الدنيا تمام. الفرق ما بين حياة زمان ودلوقتي. انا واحد من الناس، انا عندي 27 سنة حاليا، يعني تالتة اعدادي او تانية اعدادي او اولى اعدادي في الفترة ما بين 2011 ل 2013، فدي مش بعيدة. لكن هقول على حاجة، هي طبعا الفترة دي تعتبر انتقالية، اللي هو ما بين ان كان عندنا ثورة ونظام وبقى في نظام تاني، او في الثلاث سنين دول كان عندنا 3 انظمة، اللي هو فترة حكم مبارك، محمد حسني مبارك، وبعد كده فترة حكم الاخوان سنة، وبعد كده تقريبا تم اسقاط النظام بتاع الاخوان ده ومن بدايتها السيسي بقى. ففي 3 حاجات. انا فاكر ان في سنة من السنين احنا كنا بنروح المدرسة نسيب الشنطة ونفضل نلعب طول اليوم، ونش بناخد حصص طول اليوم صراحة. ومش فاكر بجد، هي على الاغلب كانت 2011 اللي حصل فيها الاحداث وكده. بس انت بتقول ان التعليم زمان كان على طول، يعني ما كانش فيه غياب مثلا. ما هو ده عشان دي بالذات عشان كان فيها ايه احداث، والبلد نفسها كلها كانت واقعه، يعني كان في احداث ثوره والكلام ده كله، فكانت البلد واقعه. انما فيما غير كده هتلاقي ان الدنيا كانت يعني انا هحكي لك دلوقتي. انا في السنه دي تقريبا عشنا فتره اللي احنا كنا بنروح بالشنطه نحطها ونفضل نلعب طول اليوم ونيجي الساعه 2 نروح. طب انت بالنسبه لك ايام زمان اللي انت عشتها ولا دلوقتي؟ ده انا امبارح والله بالصدفه امبارح كنت بسمع حاجه كده، وبعدين لقيت نفسي كنت بقول ايه لاصحابي وانا قاعد معاهم، يا ريتني اتولدت ايام زمان اللي هي امتى اصلا، اللي هي قبلي. انتوا متخيلين؟ رغم ان احنا في الوقت الحالي تكنولوجيا وفرص كتير وحياة مليانة فرص وعالم جديد وعالم حديث وكل حاجة، بس انا بالنسبة لي، وخلي بالك مش كل الناس بتتمنى كده، يعني انا بالنسبة لي واحد من الناس بحب حياة زمان قوي. فيها ما هو انا عايز اقول ان كل شخص بيختلف عن التاني، بس فيها من الايه، فيها من البركة شوية، وانا من الناس اللي بتحن لده. يعني انا مثلا زمان ما كانش في مشاكل كتير. انتوا عارفين ان دلوقتي في حاجة زي ان اغلب الناس ما بتبقاش قادرة تستحمل بعضها. احنا قلنا في الانترو الجار صح، اللي هو قلنا ان الواحد كان بيقعد طول اليوم ياكل ويعمل، وبعد كده يقعد على الطبلية ويقعدوا يحكوا كذا وكذا، وتلاقي تجمعات، وتلاقي ان في 5-6 بيوت مع بعض اللي هو ايه اتجمعوا والاهالي قاعده مع بعضها والرجاله قاعده مع بعضها وبيحكوا كده والكلام ده كله، وفي انس او جايه من ونس، اللي هو بمعنى ان هم مستأنسين بده، يعني مبسوطين. انا من الناس بحب الحاجات دي. دلوقتي في العصر الحالي قل من ان هو يعمل الحركه دي، وبالتالي هتلاقي
انه مفيش صلة رحم، مفيش ان الناس بتقعد مع بعضها بالساعات. في ناس ماسكه التليفون 24 ساعه. حتى جوه البيت بتلاقي ان البني ادم ممكن يكون ما بيتكلمش مع اخوه في اليوم الواحد 20 كلمه على بعض. فاكر احنا بنتجمع بس لما الكهرباء والله العظيم كلنا. اديك انت قلتيها بنتجمع لما ايه؟ لما الكهرباء بتقطع. اهو زمان اصلا ما كانش في كهرباء. بس هو الحياة زمان كانت حلوة تمام، ان هي مثلا كله بيبقى مع بعضه. بس انا مش حابة الحياة دي برضه، انا ما عشتهاش. انا ما هو كل واحد. طب ما انا كمان ما عشتهاش غير حاجات طفيفه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا واحد من الناس اتولدت لقيت في كهرباء، بس عصر الانفتاح على الميديا لا. اول ما رحت اعدادي بدات اعرف ان في حاجه اسمها ايه، او قبل اعدادي كمان بدات اعرف ان في حاجه اسمها ايه، موقع التواصل الاجتماعي. مش زي دلوقتي بقى مصطلحات السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، تويتر، الكلام ده كله. فبدات اللي هو كذا. والتلفزيون طبعا كان عليه 8 قنوات، اشهرهم قناه روتانا سينما لا، في تلفزيونات حديثه كان عليها 8، وفي تلفزيونات قديمه الاحمر ابو اريال ده كان عليه 8 قنوات. والله احمر صغيره دي كانت تفضل تضرب فيه والله بجد تضربه كده تلاقي وفجاه اشتغل على القناه الاولى او القناه الثانيه. يعني كل زمن ليه مميزات مميزات زمن دلوقتي ايه هي؟ ما هو انت عمرك ما تعرفي مميزات زمان عشان ما عشتوش. وانا واحد من الناس نفسي اقعد احكي الحياه ما بين زمان ودلوقتي. زمان كانت الحياه عباره عن راحه وسكينه واطمئنان، وكل ده كان بيتلخص في حاجات بسيطه زي البيوت القديمه والتجمعات اللي كانت بتحصل ما بين الاهالي، واللعب اللي كان بيبقى في الشارع، والسهرة اللي كانت بتبقى بالليل في اي مكان على لمبة جاز. فبالتالي الناس لو جينا سألناهم هل تحب انك تعيش زمان ولا دلوقتي، هنسأل كل واحد فيكم. طبعا عمرك ما هتعرف تجاوب وانا ما عشتش ايه زمان، لان انت ما عندكش الخلفية عن عيشة زمان. فانا هقول لك على حاجة. انا واحد من الناس زمان، انا مولود 1998، يعني انا حاليا عندي 27 سنة تمام. على الاغلب الفترة اللي هي فترة الطفولة عندي اللي هو من 98 ل 2005 مثلا 7 سنين قبل الدراسة. انا فاكر ان انا وانا صغير اصلا المدرسة دي كانت بتتبنى وانا تقريبا عندي 2 أو 3. فقبلها كانش في مدارس. ده معناته ان كان التعليم كان بيبقى في اماكن غير المدارس. ممكن كان يكون في الكتاب او في مضيافة جامع، او بيبقوا عاملين مكان مخصص ان الشيخ بتاع الكتاب او المحفظ القرآن هو اللي كان بيروح يعلم الناس. انما انا وعيت لقيت المدرسة اتبنت عند 7 سنين، وكان فيها عدد كويس من الطلبة. كان بيبقى فيه زحمة قدام المدرسة دي، ورحنا المدرسة ولقيت ان في مدرسين، وفي طبعا طابور، وفي كذا وفي كذا، وفي عقاب، وفي حد ماسك العصاية وانت بتخاف وانت معرفش مين. ورحت زمان بقى. الحلو في ايام زمان انه لما كنا بنروح المدرسة القيم والمبادئ المدرس بيزرعها لك كأنه ابوك او اكتر. يعني هو كان بيعلمك انه ما تعملش كذا عشان غلط، ولو عملت هتنضرب. فالواحد كان بيعيش الفترة دي لحد مثلا فترة الابتدائي كلها كانوا اي مدرس تلاقيه بيعلمك صح. وطبعا كل واحد بيعلم على حسب اصلا المحتوى اللي عنده او العلم اللي عنده. يعني انا حد ينفع انا اعلمك عمليات حسابية في الرياضة وانا اصلا ما بفهمش حاجة في الرياضة؟ لا. فزمان كان اللي بيقدر يعلمك حاجة هي اللي عنده، ما عندوش اكتر من كده. يعني المدرس اللي كان بيقول لك ان 1 زائد 1 بيساوي 2 وما كانش يعرف اكتر من كده، ما كانش هيديك اكتر من كده. فكان بقدر الامكان تلاقيه بيعلم. وفي نفس الوقت كل المدرسين، مش مدرس اللغة الدينية بس او مدرس اللغة العربية، تلاقيه بيديك حاجات كده في الدين، او بيكلمك انه التربية ازاي. ولو جه لقاك انت طالع، كلنا دايما كنا طالعين من بيوت هادية وما فيهاش الصخب اللي موجود اليومين دول، اللي هو ممكن تلاقي ولد صوته عالي بيقول لفظ مش عارف ايه كذا كذا. فكان تلاقي المدرس بيبقى فيه عقاب، واي واحد كان يجي يعمل مشكلة كان يتعاقب قدام المدرسة كلها.
ولو كان في مشكله كبيره كان ينضرب يتمد على رجله. ما اعرفش، مشاكل بره المدرسه. حتى لو المشاكل فعلا عندك حق، حتى لو المشاكل بره. ايه ده؟ اه ماشي، دي مشاكل بره المدرسه، المدرسه مالها؟ لا هو زمان كان كده. هو اسمها ايه؟ بص اقول لك على حاجه، كان اسمها وزاره التربيه والتعليم وما زالت اسمها كده صح. فالمدرس انت اصلا كنت بتخاف انك تشوف مدرس في الشارع، بيقولوا ان هو لو المدرس مثلا مشي من شارع فالطالب بيمشي من شارع تاني. بتلف من الناحيه التانيه. طب ليه طيب؟ مش عارفه ليه؟ هو مش هينفع اقول اسمه. المهم يعني هو مدرس وقال لي ان هما كانوا بيمشوا في الشارع يعني. كان مرة اللي هو يعني هو كان متفوق ودايما بيطلع الاول وكده، وكان يعني اللي هو بيلعب في الشارع بيقوم يديله الشهاده بتاعته، اللي هو ساعه ما تشوفه بيلعب في الشارع انت خدت شهادتك اهو، انت الاول وكل حاجه، بس ليك عقاب. شفت بقى؟ ليك عقاب عن ان انت بتلعب في الشارع، سايب مذاكرتك وبتلعب في الشارع ليه؟ ايوه كان مثلا كان متفوق وكل حاجه وبعمل اللي عليا مش عارف مين، ومع ذلك شافوه بيلعب في الشارع. بس ده زمان الكل كان بيلعب في الشارع. ده راحوا له وادوا له الشهاده بنفسهم، وبعد كده ايه، بس انت ليك عقاب، عقابك انك بتلعب في الشارع وسايب مذاكرتك. اقعد في البيت، اقعد في انتوا البيت ان شاء الله، لو عايزين هتلعب في البيت بس ما تطلعش بره الشارع. عندهم ما هو بص يا مدرسين ليلى، من انت أيام زمان. هتلاقي استغرابات كتير بتحصل، لان فعلا الفرق ما بين زمان ودلوقتي شاسع كبير قوي. ليه؟ انت زمان هو الاهالي كانت اللعب ده ممنوع. انتوا عارفين دلوقتي الطفل ممكن يطلع يصحى يقول لي يعني اول ما ياخد باله على الدنيا كده يقول لابوه انت مالكش الحق انك تضربني. وعامة الضرب ممنوع. لا زمان بقى ما كانش فيه الكلام ده. استنى بس ولا في حد بيضربك ده، في ابهات بتضرب دلوقتي يعني على الاغلب 90% او 80% او 70% ما بيضربوش. طب انت بتضحكي ليه؟ هو بصيت لي ضحكت ليه؟ انت بتضرب. لا والله العظيم افتكرت حاجه. بصيت لي ضحكت ليه؟ بس ايه والله؟ افتكرت حاجه. ماليش علاقة بالموضوع، والله مالي علاقة. لا والله العظيم مش عارفه عبد الرحمن، انا افتكرت حاجه. احكي لنا تجربة. تجربة ايه؟ تجربة ان انا ضربت قبل كده. لا لا انا افتكرت واحده، هي ايه مش هينفع اقول اسمها عشان ما تضربنيش بعد الفيديو. تمام. لا واحده هي فافتكرت لها موقف. اشمعنى مثلا ضربت؟ ضحكت ليه بقى انت؟ والله هي لقيتها بتضحك، وانا لما بشوف اي حد قدامي والله بضحك. دلوقتي ايوه الحته دي تتشال. ماشي مفيش مشكلة. فاحنا وصلنا، ركز معايا بقى. فاحنا وصلنا ايه؟ الى ان ايام زمان زي ما قلت لكم بالنسبة لمرحلة الصغر دي انا عشتها بالشكل اللي قلت عليه ده، اللي هو لو فعلا والله زي ما جانا قالت، اللي هو لو انا شفتك في الشارع اصلا بتعمل حاجة غلط انا هعاقبك. ممكن اعاقبك في الشارع واعاقبك في المدرسة. وزمان كان الضرب مباح، يعني كان اي مدرس ممكن. كان عندنا ابله اسمها الابله رانيا بتاعت علوم في الابتدائي، دي كانت بتمسك الواحد كده من قفاه تقوم جايه رازعاه في السبوره. بتقول اسامي ليه طيب؟ ايه؟ لا ما عادي ماشي. احنا كله بنقول مش هنقول اسم. لا عادي. بس هو مش المفروض ان الضرب ممنوع، يعني مثلا لو هم انتشروا كده، لو سمعوا ان في ضرب في المدارس مش عارفة. لا ده زمان مش دلوقتي. لا على فكره الضرب ممنوع حاليا. حاليا اه. ممنوع على التعليم مش على التربيه. وقلت لك يا مستر ان احنا لما ما بنجاوبش بيضرب. مين ده؟ قلت لي ايه ده من ضمن التربيه. عارفه ده بيضربك ليه؟ احسن من ان هو يعاقبك بالشكل القانوني. لو عاقبك شكل ازاي؟ يعني لو عاقبك بالشكل القانوني هتلاقي في ورقه وقلم. اللي هو الدرجات. والله بجد. يعني انت اصلا تبقي موافقه بالضرب احسن من القانون. عارفه ليه؟ لانه اصلا لمجرد ان انا بقول لك مش عايز اسمع صوتك لاخر الحصه وانت طلعت صوت، يبقى انت كده مخالفه للايه؟ للقانون، فهوب 5 درجات. طب لما كل حصه 5 درجات ما شاء الله. في حاجه في اعمال اخر. انت داخله مدرسه السنه الجايه. بس ايه رايك ده اخر تعليم؟ ايوه انت فاهمه؟ يعني لو هتقعدي في ولا مش هتقعدي في البيت، حكايه انت هتروح اخر السنه ايه ده انا جايبه طب ماشي. كم من كم في العلوم مثلا، كم من كم في العربي. مش من العلوم. مش انا مدرس طب اقول لك علوم. على حاجه بقى، ايه رايك ان احنا السنه دي اصلا فاهمين العلوم اكتر ماده في المواد اللي احنا كناش بنفهمها. بجد؟ العلوم بس قسما بالله العلوم ده انا الدرس الاول ده الحمد لله ده اكيد يعني هيتشال متمكنين من منه. المونتاج عشان الجايه دي. طب الحمد لله. لا والله بجد الدرس ده هو الوحيد العلوم يعني كان ايه. في حد فيكم شايف ان في حاجات من ايام زمان دلوقتي لسه بتحصل لحد دلوقتي؟ ايام زمان كان بتحصل دلوقتي؟ لا يعني في حاجه عادات مثلا او تقاليد من اللي كانت بتحصل ايام زمان لسه مستمره لحد دلوقتي؟ مستمرة بسبب وجود الاشخاص. يعني ايه؟ يعني انا عندي جدتي لامي دي لسه ما زالت موجوده لحد الان، ربنا يديها الصحه.
ربنا يديها. بتعمل العادات بتاعت زمان، ففي عادات ما زالت موجودة لحد الآن. واحنا كعايشين في الأرياف، العادات بتاعتنا طبعا بتاعت زمان دي كانت بتتلخص في حاجات حلوة قوي، قسما بالله احسن حاجه انا عارفاها. اللي هو مثلا زي ما قلنا، هي زمان طبعا ما كانش فيه الحداثة والتكنولوجيا والكلام اللي احنا فيه ده. فكنت بتلاقي ان مثلا لما حد يتعب، هو علاجه حباية عارفينها، حباية ريفو. من ضمن الحاجات بتاعت زمان والله. اي حد يتعب لاي حاجة يروح يديله حباية ريفو. عندك برد ريفو، عندك كحة ريفو، عندك سكر ريفو. هي بتاع حباية كده خضرة. لحد احنا بنجيبه الصداع. ايوه صداع برد كحة، انت لو بتولد مش فاهم ليه والله. فبجد والله دي من الحاجات اللي انا عصرتها. انا ما كنتش باخد البتاع دي، معرفش ليه كنت بخاف منها فما كنتش باخدها، بس انا كنت بعصر ان اي حد يتعب لاي حاجه ياخد ريفو. ودي اصلا في الاخر بيقول لك تقريبا معمول للصداع، او معرفش معمول لايه. هو بالذات مش كنتوا الأرياف بتروقوا؟ الحتة دي. بس خلاص. ما هو الطابع اللي كان بيبقى موجود ان هم اي حد ممكن كانوا بيروقوا عشان حاطين في دماغهم ان هي البتاعه دي هتروقهم وخلاص. حصل. والله ممكن يكون حاطط في دماغه ان هو الريفو ده. هو في حاجه في الدنيا بتعالج كل حاجه بالمنطق؟ لا، بس هو الفكره في ايه؟ حبايه ريفو خدها. ايه ده انا صحيت. بس طب حلو، والله بالعكس، ده بتوع زمان فيهم صحة بسم الله ما شاء الله. اديك انت قلتيها. دي بقى من الحاجات اللي انا بقول لك عليها. بتوع زمان فعلا ما كانوش بيستسلموا للمرض ده. اولا كانوا اصلا بيحطوش في دماغهم، فممكن كان يجي له برد ويمشي وهو مش واخد باله. انتوا فاهمين انا قصدي؟ لو بيجي لك برد تمشي مش واخد بالك. ومع ذلك لما نيجي نقارن الحياه ما بين دلوقتي وزمان، هل حد فيكم يحب يعيش ايام زمان مثلا؟ عايز تحب طبعا انت شايف ان دلوقتي احسن. طب في ايه بالظبط؟ كل حاجه. طب انا هقول لك على حاجه. هو زمان فعلا ما كانش فيه نت ولا كان فيه تكنولوجيا ولا كان فيه الكلام ده كله، بس كان فيه حاجات تانية خاصه بالدين شويه. احنا مش لاقيينها دلوقتي، زي صله الارحام. لا على فكره مش لاقي صله الارحام. ده هي زمان كانت بشكل، دلوقتي بشكل تاني. انت عارف زمان كان عباره عن ايه؟ لازم اروح لك واقعد معاك ممكن يوم او يومين ونفضل قاعدين مع بعض وناكل ونشرب وننام ونحكي والكلام ده كله. مش كله على فكره، بس نسبة بسيطة ممكن تعمل كده. مستر عندي سؤال. مش اسم. احكي لنا من اول ماضيك لحد دلوقتي عملت ايه في حياتك؟ لا كل ده؟ ايه الحاجات اللي انت يعني عملت، نجحت في ايه في حياتك؟ شتات ايه؟ ما هو ده له علاقة بالموضوع يعني زمان ولا ايه؟ انت عايز النجاحات اللي في حياتي؟ النجاحات اللي في حياتك، وانت نجحت اكتر زمان ولا دلوقتي؟ وزمان اصلا ما كانش من زمان. النجاح زمان قصدي في ابتدائي ولا في اعدادي ولا انا لسه في مقتبل العمر يا جماعة. اصل انت بتقول ايه؟ انا واحد من الناس بتخرج من 4 سنين او 3 سنين. اشتغلت اكتر من شغلانة. يعني اشتغلت. عملت ايه طيب في حياتك بعد ال3 سنين، بعد ما اتخرجت من الجامعة؟ اولا اشتغلت 2 سنين في القاهرة، في شركة القاهرة لمجازر الدواجن. من انا عارفه القصه دي. سيلز. اقسم بالله. بتاعت السكينة؟ فالموضوع يعني سكينة ايه يعني؟ لا بعدين. اشتغلت سيلز اللي هو مندوب مبيعات. الشغلانة دي بجد علمتني حاجات كتير قوي واتعاملت مع ناس كتير قوي. انما لو جيت قلت لك من اول مثلا زمان لحد دلوقتي، لا هو احنا طبعا نشأنا هنا. انا اتولدت هنا ونشأت هنا، الحمد لله ان اتولدت في زمن في مدارس. بجد والله بجد الحمد لله ان اتولدت في زمن في مدارس. هي نعمة، لكن برضو كل فترة عمالة في يعني ايه، في تغيرات بتحصل، فساعات بتسوء. لكن زمان كان في ضبط شوية عن دلوقتي، والعقاب كان متفعل عادي. بس ما كانش اللي هو مثلا امسكك اموتك من الضرب، لا كان بعقل. هو زمان فعلا لما كان يجي يضربك كان يضربك عشان بيعاوز ايه؟ يعلمك وعايز يربيك. ودلوقتي نفس الموضوع، بس دلوقتي اصلا الضرب ممنوع في المدارس. فانا اعتقد زمان كان الناجحين بيبقوا اكتر من دلوقتي جدا. وحتى لو كانوا اقل من دلوقتي، فاللي ناجح كان مؤثر اكتر من دلوقتي. يعني التأثير بتاع اللي ناجح زمان
اصل الناجح زمان كان بينجح في مجالات هو احنا محتاجينها فعلا، مش بينجح في التيك توك. ودلوقتي ادينا شايفين في حملة تطهير من وزارة الداخلية على التيك توك، بتلاقي ان في ناس على المواقع او السوشيال ميديا بينتحلوا شخصيات وبيعملوا محتويات تافهة، وفي الاساس هم عايزين كل ده عشان الفلوس. انما زمان اللي كان بيعمل حاجة كان بيبقى الهدف الاسمى ان هو يعمر، او بمعنى يفيد المجتمع، ثم بعد كده تجيله مصلحة الفلوس، او بعد كده يبقى في فلوس. انما انت بتسأل سؤال، هو انا السؤال بتاعك حلو جدا، بس لما يكون انا مثلا واحد عندي 50 سنة وليا بقى يعني ايه وقت كفاية ان انا عملت فيه نجاحات. انما انا نجاحي الاكبر بجد ان انا وصلت لمرحلة ان انا عديت بمرحلة الشباب، او يمكن ما زلت فيها، وما عملتش الحاجات اللي الشباب بيستسهلوها بيعملوها. يعني هقول لكم على حاجة، برنامج من البرامج اللي اليومين دول حرفيا اشهر برنامج في العالم هو التيك توك، وعليه كم بشر غير مأهول، اكتر منصة بيدخل عليها ناس. عارفين انا البرنامج ده هو تقريبا كان في مصر في سنة 2013 وما كانش معروف، وكان اسمه ميوزيكلي، ما كانش تيك توك، هو كان اسمه كده. بوريك انا عامل اكونت عليه من اول ما اتعمل عبد الرحمن، كان اسمه ميوزيكلي ما كانش تيك توك. وكانت الفكرة عبارة عن انت ايه، بتحرك شفايفك مع الكلام اللي يقال بس. لا دلوقتي بقى في لايفات بقى، وبقى في مسابقات، وبقى في معرفش مين، وتعمل محتوى بنفسك. وانتوا عارفين انا قصدي ايه؟ زمان كان البرنامج معمول يا عبد الرحمن عشان خاطر الاغنيه اللي بتتقال او اي حاجه بتتقال انت عمال بتعمل ايه معاها؟ بتقولها كانك انت اللي بتقول وبس. دلوقتي بقى شوف، حدث ولا حرج، بقى موجود عليه شويه ناس هو حرفيا الله يجازيهم خير، وزاره الداخليه طهرتهم كلهم، لدرجه ان بقى في ناس ولد بينتحل شخصيه بنت. بلاش ندخل في الحوارات دي، انتوا فاهمين؟ فدلوقتي زمن كويس وزمان احلى، او زي ما بقول لك النهارده او الزمن ده احلى او حلو، وزمان احلى في ايه بقى؟ في ان انا ما كانش عندي الملهيات اللي موجوده دلوقتي، وخاصه ان احنا الملهيات دي مش تقدر تسيطر عليها الا لما يكون ايمانك قوي. ما هو برضو زمان كان في حاجات بتلهيك، يعني مش شرط ان احنا عشان ما كانش في تليفونات زمان وبتاع، لا كان في ملهيات، بس كل زمن له ايه ملهياته. يعني انا بالنسبه لي ان انا اعيش في فتره، انا نفسي اعيش زمان، ويمكن عايز اعيش في زمن قبل زمني، اللي هو حرفيا ما كانش فيه كهرباء. انت قلت كلمه مهمه من شويه، اللي هو الكهرباء اول ما بتقطع ايه اللي بيحصل؟ انا عن نفسي بحب الشعور ده قوي. الكهرباء اول ما بتقطع ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي البيت كله اتجمع في مكان وبيبداوا ايه يحكوا. بس الاسوأ ايه بقى يا عبد الرحمن؟ انه لما الكهرباء تقيد كل واحد يقوم من مكان ثاني، وكل واحد انتوا متخيلين؟ امسك كده، انتوا متخيلين الموضوع اللي هو بس تعالى كده وقطع الكهرباء يومين 3 عن القرية بتاعتنا. لا مش لدرجة يومين 3، مش لدرجة بجد والله، يومين 3 عن القرية بتاعتنا. التليفونات هتفصل. اولا والله العظيم بجد اقسم بالله فكرة جميلة، اقطع الكهرباء عن القرية لمدة 3-4 ايام. في باور بانك، اشحن باور بانك، اجيب كل ده هيفصل بقى 5 ايام بقول لك. ماشي، ما هو هجيب كذا باور بانك واشحنهم قبل ما الكهرباء تقطع. هتجيب وانت تبقى عامل حسابك؟ لا ما هم هيقولوا لنا. لا ما حدش هيقول لك، والكهرباء بيقول لك انا هقطع الكهرباء. لا كده تليفوني بيبقى فاصل على طول يعني. الفكره في انتوا سامعين؟ جم فجاه قطعوا الكهرباء، والنهارده مثلا اليوم عدى، كل واحد قاعد، تاني يوم الكهرباء لسه مقطوعه. طب هنعمل ايه؟ التليفونات كلها فصلت. هنجيب ورقه وقلم، هتلاقي نفسك سبت التليفون في البيت، والله العظيم بجد تلقائي كده، وبتلف في الشارع. على فكره بتحصل. انا تليفوني وبالليل هتلاقي كل الناس متجمعه في اي مكان قاعدين مع بعض. لا على فكره انا تليفوني بيبقى فاصل، باخده معايا الدراسه، مش بسيبه في البيت. ماشي، بس انت بتستفاد منه بحاجه؟ لا بس واحدة بس تطلع 12. ما الكهرباء تبقى قطع. مفيش، لا فكك من الكهرباء تبقى قطع، انا همشي فين؟ اقول لك انا على حاجه؟ ايوه مش هتمشي، بس هيجي بابا بالليل يقوم جاي اركبوا بقى في العربيه او الموتوسيكل او اي حاجه، ويلا نروح عند معرفش مين. او اصلا
اضعف الايمان انه كلكم هتتجمعوا فين؟ مع بعض في البيت، يا قدام البيت يا جوه، وتقعد بقى بابا يقعد يحكي لك عن حاجه، يقعد يتكلم عن حاجه ما اعرفش مين كذا. انا بتكلم في العموم يعني، اللي هو ممكن نبقى عيله وما بنشوفش بعض غير كل سنه مره. لا في ناس والله، في ناس بتعمل كده، انا بقول لك في ناس بتعمل كده. فتيجي الكهرباء تقطع، ايه اللي بيحصل؟ لا في ايه بقى؟ بيتقابلوا. مع فكرة مش شرط. لا شرط، والله شرط، والله شرط جدا كمان. ما انت قلتيها، اول الكهرباء ما بتقطع اللي بيحصل بنتجمع نقعد مع بعض في البيت. اول ما بتقيد الكهرباء انت دغري بتروحي تمسكي التليفون. قد ايه؟ 5 دقايق 10 دقايق بس. طب ولا نفترض قطعت مفيش شتاء، تقطع 10 دقايق ولا 5 دقايق؟ لا، تقطع كتير صح؟ بنعمل ايه احنا؟ كل واحد على سريره وينام. طب لو عندك وقت ان انت ما مش جاي لك نوم، هخش انام برضه. هتلاقي نفسك ايه؟ بتتجمع كده مع هتاخد حد جنبك عشان تقعد تتكلم معاه، مش هتفضل قاعد كده في علمك. مش جاي لك نوم، هتفضل باصص في السقف كده وما فيش. مش هتكون شكل. بس انا واحده من الناس بتخلق من الضلمه قوي. هي الفكره هنا، انتوا واصل لكم. انا عايز اقول لك ايه، الزمان ما كانش فيه كهرباء لحد تقريبا سنه 95 في مصر، او اغلب مصر ما كانش فيها كهرباء يا جماعه. في وقت لحد النهارده في قرى ما فيهاش كهرباء في 2025، وفي قرى ما فيهاش كهرباء ولا فيها ميه. انتوا ما بتشوفوش الاعلانات على التلفزيون يقول لك ما اعرفش قريه فلانيه ما اعرفش ايه ما عندهمش كهرباء، ما عندهمش نصابين دول. لا ما اعتقدش. على فكره في ناس هنا عندها كده شغاله اعمال تطوعيه في اماكن زي دي. هو بيتطوع ان هو يشتغل في مؤسسه الخير مثلا، او سقيا الماء، عارفها اللي بتيجي على التلفزيون دي. فبالتالي او رساله، جمعيه رساله، الحاجات دي كلها من شأنها ان هي تعرفك ان في ناس لحد النهارده ما عندهمش الخير اللي احنا فيه. طب بمناسبة الخير، هل من رأيكم انا في سؤال بس هو مش علاقة بالزمان. عادي قولي. اللي هو انت زمان طبعا وانت صغير كان ليك حلم. هل بقى ان انت حلمك وانت صغير انك تطلع مدرس او كده، ولا كان حلم تاني بس هو قدام الامر الواقع فانت هتكون مدرس؟ لا حلو شوية يعني. انا صراحة ما كنتش حاطط في دماغي حتة المدرس دي خالص. كنت عايز تبقى ايه؟ انا حلمي، هو انا جات فترة كان نفسي في حاجتين، من ضمنهم حاجة تخليني الف في العالم. انا وانا صغير بقى، مش سواء الكلام، وانا صغير كان نفسي في حاجة تخليني الف في العالم وخلاص، معرفش ايه هي. فاول ما وعيت للكلام لقيت نفسي ان انا ممكن ادرس حاجة اسمها هندسة طيران، فاهمين؟ ومع ذلك انا كنت فاشل في الرياضة جدا. طب اروح هندسة ازاي اصلا؟ فاهمين؟ يعني انا اصلا من رابعة ابتدائي كنا لحد تالتة ابتدائي احنا عارفين اللي فيها اسمها ضرب طرح جمع زمان، اللي هو الرياضة كلها عبد الرحمن عبارة عن ايه؟ الكتاب بيقول كتاب الحساب، كان اسمه كتاب الحساب زمان، اللي هو اولى ابتدائي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي اسمه جمع طرح ضرب، وتحفظ جدول الضرب يبقى انت كده ايه؟ توب، اقسم بالله. فبعدين كان نفسي قوي ان انا الف في العالم. فلما وعيت بقى وفهمت ومعرفش مين وقال لك هندسة طيران، طب انت هتدرس هندسة ازاي وانت مش فاهم حاجة في الرياضة؟ اول ما دخلت في الرياضة ولقينا ان في جذر تربيعي وجذر تكعيبي والاس ومعرفش مين والرقم الايه والكلام ده كله، الدنيا بدأت تتلخبط معايا. وانا مش من الناس اللي هم ايه بيفهموا في الرياضة قوي، ده اللي هو وانا صغير. دلوقتي بتختلف. فاللي هو بعدها لقيت ان الموضوع صعب، فقررت ان انا ادرس، ما اروحش ثانويه عامه، كنت عايز اروح ايه دبلوم صنايع، مع اني كنت جايب مجموع ثانويه مرتاح جدا، ومع ذلك كنت مقرر كده، بس والدي مرضاش، لا لازم تدرس ثانويه عامه. من هنا بقى ضاع الحلم. ليه؟ انا كنت عايز اروح صنايع اسهل بكتير، اسهل من مشوار ثانويه عامه، وهتعمل معادله وهتقدر انك ايه. طب افرض كنت دخلت المعادله وما ساعتها كنت زي انت ما قلتي هتضطر انك تتعايش مع الامر الواقع. بس الفكرة بقى كان قدامك فرصة غير ان انت حطمتها من الاول، صح؟ انت فاهمين؟ الفكرة بقى من الكلام اللي انت قلتيه انه ساعتها انت ما كنتش هتلوم نفسك لو عملت اللي عليك، انما لو ما عملتش اللي عليك. وهنا الفرق ما بين زمان ودلوقتي.
انت زمان كنت تقدر تعمل اللي عليك بكل سهوله. دلوقتي انت عندك ملهيات ملهيات انك تلهيك عن اي حاجه انت عايز تعملها. فاهمين قصدي؟ يعني دلوقتي انت في مشتتات كتير قوي، انما زمان لا، هتلاقي اللي بيخليك تركز اكتر، ومع ذلك لقيت الموضوع بقى صعب، فالموضوع نفسه راح. فبرضه قلت لنفسي ايه، من الحاجات اللي كنت عايز يعني شبيهة شوية بالحلم بتاعي ان انا ادرس ألسن، كلية ألسن اللي هي كلية ترجمة. فالموضوع برضه مجموعي في ثانوية عامة ما جابش، ده غير ان انا كان عندي حلم تاني خالص، لان انا العب كورة، تمام، انا اطلع لعيب كورة وكده. وبرضه الناس زمان غير دلوقتي، مش احنا بنتكلم عن زمان ودلوقتي. والدي انا زمان كان كل همه ان انا ايه، دكتور، مهندس. انتوا فاهمين؟ يعني اللي هو يا دكتور يا مهندس، يا مثلا لازم تجيب مجموع عالي، فانت تقعد تذاكر، فانت فكانت ممكن تبقى المعامله قويه جدا، او ما زالت لحد الان في ناس معاملتهم بتبقى ايه، حاده. واصلا في حاجه اسمها اسس التربيه انك لازم تتعلمها عشان تربي جيل كويس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيورينا معنى التربيه في معاملته مع الحسن والحسين مثلا. بس على فكرة في ناس مثلا لحد دلوقتي اللي هو انا بتعجب من طريقة المعاملة بتاعتهم، اللي هو بالذات الناس اللي عاشت اللي احنا عشناه ده، يعني اللي هو عاشت التعليم وكده، وشافت يعني ايه في حاجات صعبة وفي حاجات سهلة، وان هو مش كل حاجة بايدك، اللي هو مش معنى ان حد عاوز حاجة يبقى انت هتطلعها عشانه. في حاجات مؤهلات ليك انت لنفسك، حاجات اهداف انت عايز تطلعها، بيبقوا هم عايزين الحاجة اللي في دماغهم وخلاص. ما هو عندك حق، يعني هو ما هي دي المشكله، انك تقابل حد بقى في حياتك يبقى عايزك تطلع حاجه عشان هو او عشان الاطار العام. يا جماعه ما هو انا قلناها قبل كده، هو لو احنا كلنا طلعنا دكاتره مين اللي هيوصلنا بالعربيه للمستشفى؟ بكل بساطه لو انا طلعت دكتور، او مش لو انا، لو كل الناس، لو الابهات اللي موجوده في الدنيا او الاباء والامهات يتمنوا ان كل اولادهم يطلعوا دكاتره ويضغطوا عليهم لحد ما الكل يطلع ايه، دكاتره، ويدخلوا ويدرسوا طب، مين اللي هيوصلك في سنه من السنين انك تروح مثلا المستشفى بالمواصلات؟ او مين اصلا اللي هيشتغل حلاق؟ مين اللي هيشتغل نجار؟ مين اللي هيبني المستشفى؟ مين اللي هيبني المستشفى؟ هو مش لازم اصلا يبقى في تنوع؟ ايوه لازم يبقى عشان عندهم الحياه نفس تقدر الدراسة. تستمر. ما انا اخلي ان 2025 الدفعه بتاعت 2025 في ثانويه عامه ال 30 مليون طالب مثلا او ال 200 الف طالب بتوع ثانويه عامه كلهم دخلوا طب، بعد 7 سنين مش هيتخرجوا في السنه بتاعتهم دي؟ او خلي ان في فتره زمنيه 5 6 سنين كل الناس وكل الاهالي ضغط على اهلها ان هم على عيالهم ان هم يطلعوا طب. في فجوه كده هتحصل في المجتمع ان انا عندي كل الكم ده دكاتره من 2025 ل 2030. طب مين هيخدمهم في الحاجات التانية؟ ده مش منطق. المنطق بقى ان انا ادور على الحاجه اللي انا بحبها، ركز معايا، الحاجه اللي انا بحبها واعملها. ليه؟ وانت سالتني سؤال حلو دلوقتي، انا اكتشفت اصلا مؤخرا بسبب شغلانه المندوب المبيعات ده عباره عن ايه؟ عباره ان هو لازم يقنع حد بالبيع. انت كانك بتروح لواحد، انا رايح لعبد الرحمن بقول له عبد الرحمن انا جاي ابيع لك منتج، التليفون دوت اتفضل، التليفون دوت من التليفونات القويه جدا وعلى قد الايد، مش صعب انك تمسكه، ولونه كويس يناسب مثلا الشباب والكبار والصغيرين فدي خليتني اكتشف ان انا بحب دايما ابقى عايز اقنع حد، فكنت بقنع مالناش كل في ناس كده، وكنت باخد الموضوع تحدي لحد ما وصلت لمرحله ان انا لقيت نفسي عايز اقنع الطالب بالمعلومه واخليه يفهمها. وصلت معاكم؟ فلقيت نفسي بحب التدريس، اللي هو انا عبد الرحمن قدامي وفي معلومه علميه، ودي من اكتر الحاجات بقى اللي ممكن تكون ايه، رخمه. انا لما اجي اقنعك بالبيع، يعني انا معايا برودكت، معايا منتج وعايز اوصل لك المميزات بتاعته، وانت ممكن تكون اصلا واخد سمعه وحشه عن المنتج، فانت رايح تحدي صعب، صح ولا لا؟ انا رايح تحدي ان انا عايز اخلي عبد الرحمن ده يشتري مني التليفون، رغم ان عبد الرحمن اصلا واخد او عامل ريفيوز على التليفون ان التليفون ده وحش مش حلو. انا رايح دلوقتي اعمل ايه؟ رايح اعمل حاجه مستحيله، بس هشوف بقى
اتكلم. هو الحته اللي مش عاجباني يعني الفتره ديت هي اللي حد يبقى عايزك تطلع حاجه علشان هو مش علشانك، ما بيفكرش في مصلحتك. ودي شرطه ولا عادي؟ لا عادي. بجد؟ وليها تاني؟ لا مش هقول تاني بقى. وليها تاني؟ لا هي طلعت كده. مستر جانا كانت بتقول ان اكتر حاجه مش عاجباها. لا خليها تقولها هي، خليها هي تقول. سيبيها بقى هقول كده. جانا كانت بتقول ان اكتر حاجه مش عاجباها ان اي حد في حياتك عايزك تطلع حاجه انت مش حاببها او هو اللي حاببها. تاني بس بلاش اكتر حاجه في حياتك، تمام؟ ماشي. ده تأمين صحي ولا تأمين اجتماعي؟ لا تأمين. كاتب لي كلمة تأمين. ايوه تأمين. اكتب أمان. عبد الرحمن الساعه 3 وربع. يلا اختم بقى. أمان. طيب كل واحد يقول وجهة نظره بقى. سيارة. يا سيارة. جماعة. طب دي حاجة اتغيرت من زمان لدلوقتي؟ سيف سكيور. عرفت. سيف كار. سيف كار اللي أنا قلت عليه. اسكت بقى. دي حاجه اتغيرت من زمان لدلوقتي، طريقه المعامله اللي هي بتاعت اللي هو عايزك تطلع كده تعمل ليها خمسه. أقول لكم على حاجة. اتغيرت ولا لا؟ دي من الحاجات بقى والله العظيم فكرة حلوة قوي. دي من مميزات العصر الحالي. اللي هي اقسم بالله العظيم بجد. يعني في ناس كده، مش كل الناس بقى، اللي هو تلاقي الاب مش بيجبر، فيه اباء مش بتجبر اولادها على حاجه. يعني في المعامله اعمل اللي انت عايزه. انتوا عارفين ان اساس التربيه، انا عايز اقول حته حلوه قوي عجباني. انتوا عارفين ان اساس التربيه ان انا لما مثلا ليلى، لو ليلى بنتي مثلا وامتحنت الامتحانات وخلصت اخر يوم امتحانات، انا المفروض اروح اخدها واكافئها. ما بهزرش والله، ما استناش لحد ما تخلص وتجيب النتيجه واقول لها تعالي بقى اما اشوف نتيجتك جبت كام. كمان اثناء فتره الامتحانات انا اعرف ناس يعني في ثانويه عامه قاعدين بقى اللي هو ايه، وناس معروفه جدا من صغرها ان هي شاطره، اللي هو قاعدين بقى وكتابه ومش عارفه ايه ومذاكره، وبدل الكتابه 10 واللي هو عايشين اصلا تجاه المذاكره، بتاكل المذاكره كل حاجه مذاكره. وبرغم كده ربنا يعني كان النصيب ان هم بس المجموع كمان يعني كمان مش كويس، كان مش حلو قوي. عارف. وفي ناس بقى مقضيه حياتها كلها خروجات ويعني مش حاطه حاجه في دماغها، اهلها مفيش ضغط نفسي وجابوا حاجه و90 وكده، وما شاء الله يعني دلوقتي في اماكن كويسه بالظبط. ما انا بقول لك اساس التربيه ان انا لما اجي لما ابني يخلص السنه يكون عمل اللي عليه. تعال انا هكافئك ليه؟ لان هو خلاص عمل اللي عليه. النتائج بتاعتك، هل حد فيكم يقدر يعني يثبت لي معلومه ان النتيجه بتاعتنا؟ لا، هي بتاعت ربنا. يعني عمري تفرق من حاجه لحاجه. مثلا انت ذاكرت وعملت اللي عليك تمام، انت مش هتتحاسب. لكن انت ما ذاكرتش وعملتش اللي عليك، لا انت ما هو انا اكيد مش هاخد بنتي واكافئها وهي اصلا ما جاتش بتذاكر طول السنه. بس يعني. ما هي الفكره ان خلاص بتذاكر، تعالى اما اكافئك عشان انت تعبتي، فخلاص خدي المكافاه بتاعتك اهي. طب والنتيجه؟ لا، مش مسؤوليتك، دي مسؤوليه مين؟ مسؤوليه ربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيغير نواميس الكون عشان خاطر بني ادم. ممكن تلاقي ان انت تبقى اصلا درجتك وحشه وطالع انت معتقد ان الدرجه بتاعتك وحشه، وبقدره قادر تلاقيها اتغيرت. سبحان الله، تعتبر انك هتقفل في الماده وتلاقي نفسك ايه؟ دي حاجه ملناش دعوه. عشان كده دايما مريحه قوي فكره، والله العظيم مريحه قوي فكره انك تبعد حته النتيجه دي من دماغك، لان النتيجه مش بتاعتك، بس بشرط انك تكون عامل اللي عليك. لان انت لو ما عملتش اللي عليك. دلوقتي اتكلمنا عن الفرق ما بين زمان ودلوقتي، وعرفنا قد ايه ان زمان بالتفصيل. مش بالتفصيل، بس لينا حلقه تانية ان شاء الله ونضيف احد العناصر الكبار. وعايزين الناس اللي هي بتبقى حتى المعامله على الناحيه المادة. لا ما احنا مش جايين نحقق لك امنياتك. لا، ما انا بس بقول حاجه بس عشان دي حاجه مضايقاني قوي، اللي هو لو انت عندك حد مثلا ابنك او ايا كان يعني ما تحطلوش ما تقولوش على الهدف اللي انت عاوزه، قول له شوف هو عاوز يطلع ايه، تمام؟ بس دي نقطه شجاعه. كنت عايز توضح ان الفرق ما بين زمان ودلوقتي في المعامله، ان زمان كانت الاهالي بتجبر اولادهم على حاجات معينه، دلوقتي اما دلوقتي في ناس بتعمل كده، لكن الاغلب، ودي من مميزات العصر الحديث، انه مفيش حد بيجبر حد على حاجه. انت عايز تطلع ايه كذا، او بتحب كذا، فانت هتأدي فيه. ممكن تكون تطلع دكتور بس انت ما بتحبش، فمش هتبقى شاطر. واهم حاجه النفسيه. ايوه النفسيه زي ما بتقول. وعبد الرحمن طبعا احنا عارفين عبد الرحمن دكتور عبد الرحمن باذن الله. انت عايز تطلع دكتور من نفسك؟ ولا طلعت لقيت حد في العيله دكتور فانت
يعني انت حابب الموضوع؟ يا خلاص ركز بقى على العلوم. ها حاضر. انت فاهم اول درس علوم طبعا. الله اكبر. الله اكبر. يلا بقى خلاص بقى. ايه سلام. انت كده هتاكد لهم ان